اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم إني استودعتك حلما يتمناه قلبي ويشغل تفكيري فقر عيني به. اللهم اجعلني أبكي فرحا من حلم ظننته مستحيل فتحقق. بقيت محله بس ده محل كبير جدا كده. هذا كبس ده بكام الرنجة؟ بكام الرنجة؟ 150؟ ده ايه ده؟ إيه هي انواع يعني ولا ايه؟ انواع؟ ده الحلوة ب 150؟ ايه؟ كلها حلوه بس الفرق في البطروخ بس. الكبيرة الحلوة اللي ما فيهاش بطروخ احلى، بتبقى ملحمه اكتر. اللي ما فيهاش بطروخ لا، البطروخ بياكل من حجم السمك. البطروخ بتلاقي اللحمه قليله، لكن اللي ملحمه بتلاقي 150. هي حلوه ايه؟ كل النص يا رب يخليك. طب ممكن توريني طيب اللي هي من غير بطروخ دي؟ وريها لي. هي دي حلوه ما شاء الله. بكام قلت الكيلو؟ 150. عايزه كيلو ونص. طيب وزني منها كيلو ونص لو سمحت. ايه يا باشا؟ عايزه كيلو ونص بس نقاها حلو. 150. نقاها لي حلوه بقى. 150. انت كده ما بتنقليش حلوه. انا عارف والله، انا بجيب لك ايه. يلا تعالى، انا لسه فاتح في الفخار. لا دول كيلو ونص. ايه دول يا رضا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه حبايبي؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله سيدنا محمد أجمعين. يا انتوا عاملين ايه حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب دايما تبقوا معايا ومنوريني، ودايما تبقوا معايا ومسانديني، ودايما تبقوا معايا ومشرفيني في كل حاجة في كل حاجة. يا رب نبقى مع بعض. عايزاكم بس بصوا، انا لسه جديدة في التصوير فممكن اكون يعني مكسوفه شويه وانا بسجل، بس شويه كل اللي يعرف يقول لي ايه شويه وهتاخدي على التصوير. انا نزلت جبت شويه مشتريات من السوق، فكنت عايزه انا هوريها لكم، وفي نفس الوقت هتكلم معاكم اعرفكم عليا عشان ده اول فيديو ليا على اليوتيوب، فانا اعرفكم عليا واحكي معاكم شويه حاجات كده تخصني انا. تمام. فانا كده هنقعد نعمل بقى الرنجة ونوريكم الحاجة عشان النهارده شم النسيم. كل سنة وانتم طيبين. تمام. كده انا كده جبت البوكه دي. جبت كيلو ب5 جنيه. كيلو ب5 جنيه. تمام. عشان انا عايزه اعمل رنجه. جبت بصل اخضر اهو، بصل اخضر. جايبه الربطه الواحده اللي هي بيبقى فيها زي بصلتين اهي. الثلاث ربط من دول اللي فيهم بصلتين دولت الثلاثه وانا 10 جنيه. انا جبت كيلو ونص رنجه. الكيلو عامل 150 جنيه. جايبه كيلو ليمون ب 25. جايبه بقى طبعا نعناع عشان بعد اكله الرنجه هتبقى عايزين نشرب شاي بالنعناع. طبعا انتوا هتبقوا معايا كل حاجه، وهحضر كل حاجه مع بعضينا.
بإذن الله. وده جرجير اهو، ده الجرجير. جايبه 3 حزم ب 5 جنيه، والنعناع 3 حزم 5 جنيه. جايبه خيار كيلو ب20. جايبه بطاطس الكيلو على 10 جنيه. دول يعملوا لهم زي مش عارفه 2 كيلو، كيلو ونص، حاجه زي كده، مش فاكره بصراحه. تمام. انا افضل نحضر مع بعضينا كده. نبدا الحاجه دي. انا على فكره باذن الله هنعمل مع بعض روتين المطبخ دوت، وانا بقى ايه امسك المطبخ اعمل له روتين جامد باذن الله، واحنا مع بعض. تمام. كده انا هبتدي ايه بنتكلم مع بعض بقى ايه بعمل. تمام. انا يا حبايبي اسمي سماح، بس اخواتي وجيراني واصحابي بيقولوا لي يا ام احمد. انا عندي احمد عنده 20 سنة، حبيبة عندها 14 سنة، عائشة عندها 2.5 سنين. تمام. ابو حبيبة واحمد متوفي. ماشي. طبعا انا كنت صغيرة، طبعا جم اهلي قعدوا يقولوا لا لازم تتجوزي، مش هينفع تقعدي من غير جواز، انت لسه صغيرة والكلام دوت. اتجوزت. ف طبعا من اللي اتجوزته هصرف عليكي وهصرف على اولادك وهشيل معاكي وبتاع. كنت بشتغل في مصنع، بقعد على مكنه خياطه. جيت تعبت بقى من المكنه جامد، تعبت لي ظهري، ولقيت نفسي ابتديت الف على الدكاتره والكلام ده كله. والدكتور يعني كذا دكتور قال لي ابعدي عن المكنه، لان المكنه هتتعبك خالص. تمام. وطبعا ما كنتش عارفه اشتغل ايه، واللي هشتغله يا ترى هيكفيني انا وعيالي وبتاع. طبعا ده لما قال لي انا هشيلك انت وعيالك وكلام من ده وهشيل معاكي وهصرف عليهم ودول عيالي والدنيا والحكايه، طبعا انا صدقت. جيت اتجوزته. بعد ما اتجوزته طبعا لقيتهولكوا الموضوع اختلف. انا مش هقدر اصرف، انا مش هقدر اعمل، انا مش هقدر اعمل، اشيل المسؤوليه لوحدي. طب اعمل ايه؟ لا، جه حصل حمل، ما قدرتش ان انا اشتغل وانا حامل. طبعا ابني كان في المدرسه، ابتدت يحصل خلافات وخناقات وبتاع ومشاكل. ابتديت هنا كده انا انفصلت. طبعا الدنيا والظروف ضاقت اكتر. راح جاي ابني راح طالع من المدرسة وطلع يشتغل عشان يساعدني. احمد ابني هو شغال سواق. تمام. المهم ايه، طبعا عندي حبيبة بنتي في المدرسة بتتعلم، وطبعا جيت خلفت بقى، يعني انفصلت منه. وجيت بعدها انا ولدت عيشة وهو معايا. بعد ما ولدتها بكام شهر انفصلنا، كل واحد راح لحاله. هو حاليا ما اعرفش عنها حاجة خالص، ما اعرفش عنها حاجة خالص، امانة يعني حرفيا. دلوقتي ربنا ثم احمد ابني
هو اللي بيشتغل وبيصرف علينا، هو اللي بيجيبوا حاجات بسيطة، بس أنا بحاول أمشي بيها، لأن عندي حبيبة يعتبر بقت أنسة عروسة، مش هينفع إن أنا أسيبها وأنزل أشتغل وحاسة إن أنا كده ههمل فيها. كمان مع مع عيشة أخرى هسيبها، طب أنا هقبض كام لو نزلت أشتغل؟ هقبض كام؟ الحضانة الوحدة اللي هودي فيها عيشة، ما أنا مش هلزم حبيبة بعيشة عشان حبيبة في مدرسة. الحضانة اللي هودي فيها عيشة هتاخد مني أقل حاجة 1000 جنيه. أنا لو اشتغلت وخدت 3000 هاكل وهشرب ولا في الشغل وهركب مواصلاتي بكام؟ مش اللي أنا هقبضه هيتصرف مش هجيب منه حاجة في البيت تقريبا. اضطريت ان انا اعيش باللي بيجيبه احمد ابني، اضطريت يا حبايبي ان انا اعيش اللي جايبه احمد ابني. فطبعا انا عشت على كده وجيت حد، طبعا انا نفسي افتح قناة اليوتيوب دي، بس مش عارفة، خايفة، دايما كنت خايفة افتحها. بس الحمد لله يعني قررت خلاص اخيرا ان انا هفتحها معاكم، وربنا يكرم بإذن الله. أنا كده بحضر معاكم بطاطس وهحضر معاكم الرنجة والحاجة وكده، أعملها ونحضرها وهننزل ناكل في الجنينة، وهاخدكم معايا برضه أصور معاكم الفيديو ده، هنكمله في الجنينة.
احنا كده نازلين عشان ناكل الفسيخ في الجنينة. تنزلوا بقى وتشوفوا معانا الجنينة. هنروح كده. انا حضرت كل حاجة، انا الفيديو قطع مني. حضرت كل حاجة ونازلين هنا في الفسيخ بقى في الجنينة.